بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل مع بعض النهارده وصفه للباستا تحفه. الصلصه دي هتعتمدوها على طول من كتر ما هتعجبكم. هقول على طول بسم الله في الوصفه. عندي معلقتين زيت كبار فيهم فصين مستكه، ممكن تحطوا زبده وكمان ممكن تحطوا سمنه. عندي هنا طماطم متقطعه كده وفلفل احمر وبصل وثوم، كل حاجه متقطعه كبير زي ما انتم شايفينها. هسيبها بس كده لمده 10 دقايق ربع ساعه وهغطيها وهدي عليها النار لحد ما كل حاجه تتبل معايا. شكلها بعد مرور 10 دقايق هسيبها تهدى شويه وبعد كده هضربها في الخلاط او بالهاند بلندر. نفس الطاسه هرجع الصوص اللي انا ضربته في الخلاط، هحط معلقه صلصه والمنكهات عندي فلفل اسمر وكزبره ناشفه وشطه حسب الرغبه وبهارات فراخ. البهارات الفراخ عندي فيها ملح فمش هزود ملح قوي. اخر مكون حوالي نص كوبايه كريمه لباني، هسيبها برضو كده لمدة 10 دقايق على نار هادية تاخد وتدي. بعد كده اروح ساقطة المكرونة بعد السلق، اي نوع مكرونة عندك. بعد مرور 10 دقايق هبتدي اسقط بقى المكرونة اللي انا سلقاها، اقلبها كده 3 4 دقايق وبعد كده اطفي عليها وتبقى جاهزة للاكل. عايزة اقول لكم بجد تحفة. كده تكون وصفة النهارده خلصت. يا ريت تجربوها وتسيبوا لي كومنت رايكم فيها ايه، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وشير، وان شاء الله هنشوفكم في وصفات تانية جديدة.